افضل 5 ادوات للتصوير اشتريتهم في 2025 وما ندمتش ولا انت هتندم لو فكرت تحط فلوسك فيهم. في الفيديو ده هنتكلم عن 5 ادوات اشتريتهم السنه دي وساعدوني جدا وفرقوا معايا في الشغل، وكنت اظن ان بعضهم اكسسوارات او حاجات زياده ملهاش لازمه، بس لما اشتريتهم وجربتهم بقيت استخدمهم في كل تصوير. واحنا مش هنتكلم عن براند معين، ولكن انا هكلمك عن الاداه وتستخدمها ازاي وهتستفاد بيها في ايه. فاعمل سبسكرايب وخلينا نبتدي على طول. واول حاجه واصيح حاجه فيهم وهي الماجيك ارم دي، وزي ما انت شايف هي مرنه جدا وبتقدر تتحرك في كل الاتجاهات، ودي من اكتر القطع اللي ممكن ما تاخدش بالك منها، ولكن لما تستخدمها في مره في التصوير هتفرق معاك جدا وهتستخدمها في كل شوت. واول حاجه بتميزها طبعا هي المرونه، ان هي تقدر تتشكل باي طريقه او توديها لاي اتجاه. بيتعلق عليها تقريبا اي حاجه زي المايك، المونيتور، الموبايل، وتقدر تثبتها في اي مكان من ناحيه الكليمب دون وتاخد بيها شوتات مختلفه جدا، زي انك تثبت عليها الموبايل وتاخد بيها شوتات بي او في توري الناس الكاميرا بتاعتك شايفه ايه، تركب الكاميرا على الباب وتاخد شوتات توب فيو، تثبت الكاميرا في اي مكان. ولو بتصور منتجات فتقدر تثبت المنتج بتاعك في الناحيه دي وتحط الموبايل في الناحيه التانيه عن طريق القطعه بتاعه الموبايل دي وتاخد شوتات فيها حركه زي اللي انت شايفها دلوقتي. فالافكار بيها كتير جدا وما بتخلصش، فانت والكرياتيفيتي بتاعتك. وتاني حاجه وهي الكيدج، والكيدج مش حاجه جماليه ولا عشان تحطه على الكاميرا وتبين ان انت جامد جدا وعندك اكسسوارات وكلام من ده، لا خالص. اولا الكيدج حمايه للكاميرا من اي خبطه او انها تتجرح، زي انك لما بتسيب الكاميرا بتاعتك على اي سطح فبتحس ان الطبقه اللي من تحت بتتقشر واللون بتاعها بيروح. فالكيدج هيحميها من كل الحاجات دي وهتحس ان الكاميرا بتاعتك نظيفه طول الوقت. وتاني حاجه وهي الاساسيه، ان احنا كمصورين بنركب اكسسوارات كتير على الكاميرا، زي انك تركب مايك، تركب شاشه، تركب اضاءه ليد صغيره، تركب بطاريه في ماونت. فالكيدج بيساعدك ان انت تركب كل الحاجات دي على الكاميرا، ده لانه بيديك مخارج كتير حوالين الكاميرا من كل الاتجاهات تقدر تركب فيها اي حاجه، زي المسامير العاديه بتاعه الباليتا او المسامير الاكبر منها او الناتوريل او الكولد شو. وفي المستقبل لو بتفكر تبني الريج بتاعك فالكيدج هو اول خطوه هتحتاج تعملها عشان تبتدي تجهز في الريج، وده لان اي حاجه هتجيبها هتركب على الكيدج. والكيدج اللي معايا ده مثلا فيه ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، وهو انه بيقدر يركب دايركت على الباليتا بتاعه الرولينج، يعني ما بحتاجش القطعه الصغيره اللي بتركب في الكاميرا من تحت. فده بيساعدني ان الكاميرا تكون ثابته اكتر، لان القطعه دي لو ما ربطتهاش جامد جدا الكاميرا ممكن تلف عليها والوزنه بتاعتك تبوظ. وتالت حاجه معانا هي الفلتر اللي في ايدي ده، وده فلتر ان دي وسي بي ال. والفلتر ده بيحل لك مشكلتين. اول مشكله وهي مشكله الاضاءه، لو بتصور في مكان الاضاءه بتاعته عاليه جدا وانت محتاج تثبت الشطر بتاعك ضعف الفريم ريت، فبتلاقي ان الاكسبوجر عالي جدا. فالفلتر ده بيشتغل زي النضاره الشمس، بيحجب شويه من النور عن السنسور ده، غير كمان انك تقدر تحدد الكميه اللي انت محتاج تشيلها من الضوء، فتقدر تخلي الفلتر يشيل كميه نور قليله او تزود وتخليه يشيل في كميه نور كبيره. وتاني حاجه وهي السي بي ال. والفلتر السي بي ال مهم جدا لانه بيشيل الانعكاسات من على اسطح كتير جدا زي الازاز والعربيات والحاجات اللي بيكون فيها لمعه، ده غير كمان انك تقدر تظبط التباين في درجات السحاب والسماء. فاي تصوير معاك او الدور حتما ولابد ان يكون معاك فلتر ان دي زي ده. ولو انت بتصور عربيات فانت عارف اهميه الفلتر السي بي ال في التصوير بتاعك. ورابع حاجه هي البطاريه الفي ماونت. ممكن تبان بطاريه ضخمه، بس اللي بتعمله معاك في اللوكيشن هيخليك تحبها جدا وتعتمد عليها في حاجات كتير. اول حاجه البطاريه الفي ماونت دي بتديك طاقه مستقره جدا لفتره طويله، وفي انواع منها بتطلع لحد 100 واط وفي انواع بتطلع اكتر، فهي اعتماديه جدا واحسن من انواع باور بانك كتير، لانك مش هتخاف على بطارياتك او على اي حاجه انت بتشحنها عن طريقها. ده لان هي بتقرا الجهاز اللي هي بتشحنه بيحتاج كام واط وبتطلع على قده بالظبط. زي ما انت شايف كميه المخارج اللي موجوده فيها، مخرج يو اس بي، مخرجين تايب سي، وواحد 8 فولت وواحد 12 فولت. وكمان بيكون فيها مخرج دي تاب، والدي تاب اللي ما يعرفوش هو مخرج باور للشاشات او المونيتور اللي انت بتركبها على الكاميرا. انا مثلا لما بيكون عندي تصوير وابقى عارف ان انا هقعد فيه 7 8 ساعات فبوصل البطاريه دي اشغل عليها الكاميرا واشغل عليها المونيتور وبتكفيني اليوم كله، ويمكن بيفيد فيها 10 15% كمان. وزي ما قلت لك تقدر تشغل بيها المونيتور والاضاءه والكاميرا، فما بتحتاجش ان انت يبقى معاك اكتر من بطاريه باكتر من شكل، لا هي واحده بس بتكفي الحاجات كلها، وبتشتغل على كل الانواع زي ما انت شفت المخارج بتاعتها كتير. واخر حاجه واهم حاجه وهي الطوارئ، لما بكون بصور او الدور في مكان مثلا في صحراء ولا في حته، فانا ما بيبقاش عندي اي باور ان انا اوصل او اشحن بيه الحاجه بتاعتي، فدي بتبقى المنقذ. اقدر اشحن بيها الموبايل، اقدر اوصل عليها اللابتوب لو انا هحتاج اعمل اديت، لانها بتطلع لحد 100 واط، فاللاب مثلا بياخد لحد 130 واط، فبتشحن لي اللاب بسرعه جدا. فما بلاقيش نفسي في اي مواقف صعبه، حتى لو نسيت اشحن بطاريات الكاميرا فاقدر وانا رايح الاوردر في الطريق اوصل الكاميرا على البطاريه دي والبطاريه تتشحن.
وخامس حاجه والاخيره وهي الترايبود. بديهي هتقول لي طبعا ما انا كمصور لازم هيكون معايا ترايبود. لا، انا هنا مش بتكلم على اي ترايبود وخلاص، انا بتكلم ان يكون معاك ترايبود تقيل تقدر تعتمد عليه في الشغل بتاعك في اي مكان. وده لان الترايبود مش مجرد ستاند تحط عليه الكاميرا وخلاص، لا، الترايبود لو كان خفيف فلو اتصور اوت دور ممكن شويه هوا يقوموا موقعينه فتضيع الكاميرا بالعدسات بالمونيتور بكل حاجه راكبه عليه. ده غير انك لو هتاخد اي حركه على الترايبود سواء بان او تلت الحركه ما بتكونش ثابته. واهم حاجه ان الترايبود بيعيش معاك سنين كتير، فالفلوس اللي انت بتحطها فيه بتقعد معاك فتره طويله، فما تسترخصش في الترايبود وهات ترايبود تقيل عشان يساعدك في الشغل ويخليك ما تخافش على الحاجه وهي محطوطه عليه. الترايبود الكويس هيديك ثبات فعلي وهيديك حركه ناعمه. ده غير انه هيشيل معاك وزن كبير جدا لو بتحط الكاميرا بالاكسسوارات والحاجات بتاعتها فوق على طول. وبيشيل اوزان كبيره زي انك لو هتحط الكاميرا بالرج بتاعها كامل فهتبقى مأمن على حاجتك وواثق ان هو تقيل وهيستحمل ومش هيقع بيهم. فالخمس ادوات مره اخيره هما الماجيك ارم والكيج والفلتر ال دي سي بي ال والبطاريه الفي ماونت والترايبود. صدقني لو اشتريت المعدات دي وخليتها جزء من حاجتك مش هتندم ولا لحظه واحده. لو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وما تنساش تشترك في القناه واشوفكم الفيديو اللي جاي.